السلام عليكم، انا فهد عندي 26 سنه، موظف وبحمد ربنا عايش حياه مستقره، اجتماعي مع اهلي وقرايبي، بس ساكن في الشرقيه تحديدا الدمام، ومش متجوز، عايش مع اهلي في البيت الكبير. عائلتنا كبيره 8 افراد، وابويا وامي ربنا يطول عمرهم. عندنا عاده ما نقطعهاش، كل يوم جمعه بعد العشاء لازم نتجمع في بيت جدي، خالاتي واخوالي وعيالهم. البيت بيبقى مليان ضحك وهزار وكده يعني. المهم انا ليا جروب كده مع قرايبي القريبين مني في السن، يعني انا وفيصل وسعود وعبد العزيز. كنا بنقعد دايما مع بعض، بس للاسف الجلسه دي ما بتحصلش غير مره واحده في الاسبوع، غير بقى ايام زمان لما كنا صغيرين كنا بننام مع بعض عند جدي كل يوم تقريبا. المهم في يوم جمعه كنا متجمعين، خالي محمد فجاه فتح موضوع وهو بيتكلم مع خالاتي، قال لهم فاكرين سفرتنا للمزرعه بتاعت اخويا نصر؟ وكلهم قعدوا يضحكوا على المواقف اللي حصلت هناك، بس خالتي قالت سيبكم من دي، فاكرين يوم ما كنا نايمين هناك وجت ام نور الله يرحمها وصحتنا من النوم عشان نروح نصلي الفجر؟ الكل ضحك، بس انا وفيصل وعبد العزيز وسعود بصينا لبعض باستغراب، ازاي يعني تصحيهم وهي متوفيه اصلا؟ ركز معايا بقى يا عزيزي المشاهد، خلوني اشرح لكم الحكايه من الاول. كان عندي خال اسمه ناصر الله يرحمه، انا ملحقتش اشوفه. كان عنده مزرعه ضخمه في القصيم او في القصيم ايهما اقرب، واسعه لدرجه ان انت لو مشيت فيها تتوه. بعد ما توفى عياله ما باعوهاش بس سابوها مهجوره. خلونا نرجع للواقع. وانا قاعد طلعت التليفون وبعت لفيصل، قلت له يا اسطى ازاي شافوا جدتك نور وهي ميته؟ هم بيهزروا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو رد عليا بضحكه، والله المزرعه دي وكانها في المراق، وقال لي يلا نطلع نتعشى احسن. طلعنا وكلمت عبد العزيز وسعود، قلت لهم تعالوا كلوا معانا. الكل وافق الا سعود، قال مش جعان بس هاجي اقعد معاكم يعني وكده. وخرجنا من بيت جدي وركبنا مع فيصل، واول ما وصلنا للمطعم رجعت وفتحت معاهم القصه تاني. قلت لهم يا ولاد انتوا متاكدين ان المزرعه دي مهجوره للدرجه دي؟ سعود رد وقال اسمعوا انا هقول لكم حاجه حصلت مع ابويا في المزرعه دي. ابويا راح مع واحد صاحبه يقضوا يومين هناك، بالليل وهم نايمين شافني جاي عنده واقف عند سريره واصحيه عشان يلعب معايا، واني مسكته من ايده بالعافيه عشان يقوم يلعب معايا، وبعدها خطفت الكره وجريت للمستودع. عبد العزيز قطع كلامه باستغراب، ازاي يعني عمرك 6 سنين؟ سعود كمل وقال الموضوع باختصار ان ابويا شاف جن متشكل على هيئتي وانا صغير، وكان الهدف الوحيد ان هو يخليه يفضل ورا لحد بره المستودع او لحد جوه المستودع. فيصل ضحك وقال يا عيال بالله عليكم والله الكذب عندكم بجنيه. انا قلت لهم طب يا عيال احنا ليه قاعدين؟ طب ما نروح نشوف بعينينا احسن، نعرف اذا اللي بيتقال صح ولا غلط ولا اي كلام. عبد العزيز اتوتر وقال انا مستحيل، انا خواف من الحاجات دي، انتوا اكيد عارفين يعني، روحوا لوحدكم يا عم. سعود رفع حاجبه وقال تمام انا معاك، خلينا نشوف الحكايه. سعود قال وهو مركز بس قبل ما نروح لازم تفهموا ان خالك ناصر ما ماتش موته طبيعيه زي ما الكل فاكر. كلنا اتصدمنا وسالناه يعني مات ازاي يعني؟ قال اسمعوا خالك ناصر كان بيموت في حاجه اسمها العزف بشكل مش طبيعي خالص، مع انه كان تاجر كبير ومرتاح ماديا. سعود كمل خالك كان صوته حلو جدا، وكل ليله كان يروح المزرعه لوحده يقعد هناك في المستودع ويعزف بقى. المستودع اصلا كان مجلس كبير بس اتغير بعدين واتحول لمستودع تخزين. سكت شويه وقال وفي يوم من الايام جات له جنيه كانت بتظهر له على شكل بنت جميلة تقعد قدامه على بعد مترين، كل ما يحاول يقرب منها تبعد، وهو انفتن بجمالها وموضة. ومن يومها ما بقاش يعدي يوم من غير ما يروح المستودع يعزف لها آخر الليل وهي قاعدة مبسوطة قدامه. خالي ناصر كان عارف إن الجنية هتيجي من صوت ضحكتها، ضحكة بعيدة في نص الليل دي تبقى الإشارة إنها جاية. وقتها كان يشد حيله في العزف ويغرق معاها في عالم وهمي. بس كلنا ضحكنا لما سعود قال إن خاله كان بيكتب لها أبيات شعر. ضحكنا مش تصديق، لا ده لكن صدمة إن الكلام ده طلع متوارث وفعلا حقيقي. سعود كمل وقال تخيلوا ان الجنية طلبت منه انه يسيب مراته، وتخيلوا ان هو فعلا انفصل عنها ونفذ كل حاجة كانت عاوزاها الا طلب واحد رفضه مهما حصل، ومن ساعتها راحت وما رجعتش. وقال لنا خالك ناصر بعد اللي حصل ده قعد مهموم في المزرعة، كل يوم يدخل المجلس اللي هو دلوقتي المستودع ويقعد يلوم نفسه، حاسس ان هو ضيع فرصة غريبة، حبه هو من بينه وبين كائن مش من عالمنا. وفي الاخر اعتزل العزف وقعد يكتب رسائل طويلة فيها اعتذار لاهله واولاده، رسائل مليانة وجع وكلام عن الجنية اللي عاشقها. وبعدها بايام قليلة توفى الله يرحمه، ولقوا كل الرسائل والكلام ده موجود جوه المستودع نفسه. انا بقى قعدت ساكت بعد كلام سعود، الهواجس كلها لفت في دماغي، ازاي ده حصل؟ هل خالي فعلا عاش قصة حب مع جنية ولا كلها كلام اوهام واساطير؟ الجو كان تقيل لدرجة ان انا حسيت اني خلاص داخل القصة معاهم.
بعد ما خلصنا حكاوي في بيت جدي ورجعت الساعة حوالي 12 ونص بالليل، تليفوني اتهز. كانت امي بعتلي رسالة: يلا يا ابن الحلال اتأخرنا، قوم شغل العربية لحد ما اخواتك يجوا. رديت عليها بسرعة وقلت لها تمام. سلمت على اخوالي وخالاتي وطلعت شغلت العربية، واول ما ركبوا اهلي معايا وابتدينا نرجع للبيت فضل الدماغ متعلقة بالقصة بتاعت خالي ناصر. وانا سايق سألت امي قلت لها: ياما عاوز اسألك سؤال، هو فعلا قصة خالي ناصر والمزرعة حصلت وليه انا لسه عارف عنها؟ بصت لي بسرعة وقالت: انهي قصة قصدك؟ قلت لها: قصة خالي ناصر والعزف والعود. هنا ردت امي بسرعة وهي متوترة قالت لي: اسكت اسكت وبعدين اعرفك كل حاجة. طبعا العبد اللي ما سكتش وفضل يزن عليها. قلت لها: اتكلمي عادي، قولي ايه اللي حصل. لكنها عصبت وقالت: اقول لك بعدين، انت ما بتفهمش. وهنا استوعبت انها مش عايزة تقول عشان اختي الصغيرة اللي قاعدة ورا ما تسمعش القصة وتخاف. رجعنا البيت وانا قررت ما اسيبهاش في حالها غير لما اعرف ايه اللي حصل. اول ما دخلنا طلعت على اوضه امي وقفلت الباب وقلت لها: فهميني بقى ايه اللي حصل، انا عايز اتاكد ان كلام ابو سعود صح ولا لا. بصيت لي وقالت: خالك عاشق جنيه والعياذ بالله في المزرعه، كانت تجيله قبل الفجر بساعتين وهو يقعد يعزف لها ويغني لها بس ما يقدرش يلمسها ابدا. امي كملت كلامها، طلبت منه ينفصل عن مراته، ورغم ان عنده عيال للاسف انفصل عشان يقرب منها اكتر، بس هي طلبت منه حاجات تانية وهو رفض ينفذها. سالتها: طب ايه هي الحاجات اللي طلبتها بالظبط؟ هنا امي سكتت وقالت: ما اقدرش اقول لك حاجه، يا اخواتي وصوني ما اتكلمش، بس اللي اقدر اقوله لك ان اقل طلب كان حاجه ما حدش يرضى يعملها ابدا. امي قفلت الكلام وقالت له وهي متضايقه: يا فهد خلاص بقى ما اقدرش اقول لك حاجه، اخواتي وصوني ما اتكلمش، روح نام ولا اشوف لك حاجه تعملها. قلت لها بهدوء: طيب خلاص، بس عندي سؤال، ما دام انها طلبت منه الطلاق وهو طلق مراته يبقى اللي بعدها ايه اخطر من كده عشان يرفضها؟ ما رضتش تجاوبني. فسالتها: طيب والمزرعه ليه لحد دلوقتي ما اتباعتش؟ ردت وقالت: الموضوع ده عند عيالها، هما مش عايزين يبيعوها ولا يدخلوا فيها، كل ما حد يفتكر الموضوع تحس ان قلوبهم بتضيع على امهم فسايبينها مهجوره. سكت وانا مصدوم من غرابه الموضوع. سالتها: طب تأمريني بحاجه؟ قالت لي وهي بتضحك: ربنا يحفظها. خرجت من اوضتها ولسه دماغي شغال. دخلت اوضتي وقفلت الباب ومسكت الموبايل وبعت رساله لسعود. الرساله مضمونها كالتالي: يا سعود ايه رايك نروح نشوف موضوع المزرعه دي بعينينا؟ رد بسرعه: مين جدك؟ دي بعيده يا راجل في القصيم. قلت له: عادي، اخر الاسبوع الجاي نطلع الخميس ونرجع السبت، وخلينا نكلم العيال نشوفهم هيجوا معانا ولا لا. كلمت عبد العزيز قال لي: ما اقدرش اجي والله، عندي شغل وبدرس ماجستير. انا عارف ان نص كلامه كذب ونص صح بس سبتها. كلمت فيصل قال لي: والله ما تطلعوا. قلت له: والله طالعين. قال لي: تمام انا معاكم الخميس الجاي. قعدت اكلم سعود بعد الشغل وقلت له: يا ابني مش قادر استنى لبكره، نفسي نطلع المزرعه النهارده قبل ما اموت من الفضول. سعود رد وهو بيضحك: يا عم اصبر، ما بقتش غير يوم واحد بس، بص لو هنروح لازم نجهز نفسنا. قلت له: نجهز نفسنا ازاي؟ قال: ناخد كاميرا ونصور كل اللي هيحصل هناك، كده لو ظهر حاجه الناس هتصدقنا على طول. ساعتها حسيت ان الحماس زاد 100% وقلت والله فكره جهنميه. حلوه دي 100% جهنميه. بس انا افتكرت حاجه، قلت له: يا عم المزرعه في القصيم والطريق هناك كله رمله، يعني لو رحنا بعربيتنا هنغرز لازم نجيب عربيه جيب. سعود قال: بسيطه، نخلي فيصل يكلم صاحبه ونبدل العربيات مؤقتا يعني. اتصلت بفيصل وقلت له: ايه يا نجم، جاهز لبكره ولا ايه؟ قال بصوت فيه خوف: جاهز يا جدع، بس بخاف لحسن تحصل لنا حاجه هناك. قلت له: مفيش خوف يا عم، بس اسمع، لازم تكلم صاحبك اللي هو معاه عربيه الجيب ونبدل العربيات مؤقتا عشان الطريق. فيصل رد وقال: تمام، خلينا نرتب لها صح. رحت لاختي فرح وقلت لها: ايه يا فرح، الكاميرا بتاعتك بكره؟ قالت لي: خدها، بس دي امانه يا فهد، الكاميرا دي غاليه. قلت لها: ما تقلقيش هرجع لك زي ما هي. بعد الغداء قعدت مع امي وقلت لها: يما احنا طالعين بكره المزرعه، مزرعه خالي ناصر انا وولاد خالي. بصيت لي بقلق وقالت: انتوا اتجننتوا ولا ايه، رايحين هناك تجيبوا المصايب لروحكم؟ مفيش مروح. قلت لها: يا امي احنا مش عيال صغيره، احنا كبرنا، الموضوع شدنا واحنا عايزين نشوف بعينينا. راحت امي خدت نفس وقالت لي: على كيفك، بس انا بحذرك اهو، خليكوا واخدين بالكم من الطريق والمزرعه بالذات. دخلت اوضتي ورتبت شنطتي الصغيره، حطيت فيها الكاميرا وكل حاجه انا محتاجها. احنا التلاته قررنا نطنش الشغل يوم الخميس، وسعود كان اذكى واحد فينا لانه واخد اجازه من بدري، انما احنا خدنا خصم على المرتب. صحيت يوم الخميس على صوت اذان الفجر، صليت وخرجت لقيت العيال واقفين مستنيين. فيصل جيب العربيه الجيب وعدى على كل واحد مننا، ركبنا سوا ورحنا اول مطعم قابلنا نفطر فيه، اكلنا وضحكنا شويه وبعدها عدينا على بقاله صغيره نجيب الحاجات اللي كانت ناقصانا. بعد ما خلصنا تجهيز العدة كلها، مية ومشروبات وكاميرا الإضاءة، ركبنا العربية الساعة 6 الصبح. الطريق كان طويل حوالي 7 ساعات، يعني نوصل على الساعة 2 الظهر تقريبا. الجو كان مليان هزار وحكاوي لكن محدش جاب سيرة المزرعة خالص، واحنا في نص الضحك والكلام حسيت النوم بيغلبني. أنا أكتر واحد أصلا بينام في السفر. غمضت عيني وفجأة لقيت لحد ما صحوني العيال واحنا خلاص داخلين القصيم. فتحنا جوجل مابس
مابس ودورنا على اقرب فندق بسعر كويس. لقينا مكان شكله محترم، حجزنا ليلتين ونزلنا الشنط، وفي ثانيه كل واحد رمى نفسه على السرير وبدانا نرتب للرحله. بعد ما طلبنا اكل واتغدينا الساعه 4 العصر تقريبا، قعدنا نتاكد ان الكاميرات مشحونه والبطاريات تمام. الجو بدا يبقى فيه رهبه كده. الطلعه اللي مستنينها قربت. قلت لعلي يا جدعان ايه رايكم نروح دلوقتي قبل ما الشمس تروح عشان نعرف طريق المزرعه الصح؟ احنا اصلا ما نعرفش طريق المزرعه عشان عمرنا ما رحناها قبل كده. فيصل رد عليا وقال لي انت بتهزر ولا ايه يا عم؟ خلينا ناخد القهوه الاول ونروق كده، حتى لو الشمس غابت عادي. سعود وافق معاه. المغرب قرب وانا الوحيد اللي بدات اخاف. الشمس غابت وانا قلت لهم لا يا عيال كده غلط بقى، لازم نتحرك دلوقتي. ركبنا العربيه وبدانا نتحرك ناحيه المزرعه وكلنا قلوبنا بتخبط في بعضيها. فتحنا اللوكيشن. المزرعه كانت بعيده حوالي 27 دقيقه بس. المكان كله مزرعه كبيره ضلمه ولا اي اضاءه غير مزرعه واحده كانت منوره شكلها الايجار. سعود لمح عامل وراح يساله تعرف مزرعه الحاج ناصر؟ الراجل قال له لا والله ما اعرفهاش. فقلنا نخلي سعود يتصل بمحمد ابن خالنا الكبير يمكن يعرف. محمد ضحك اول لما عرف اننا وصلنا للقصيم وقال بصوا مدخلها بين نخلتين، النخله اليمين اطول من النخله الشمال، تمشوا دقيقه بالعربيه هتلاقوا صندوق خشب على يمينكم وجنبيها بير. فوق الصندوق في درج والباب اللي فوق مكسور، لو لقيتوا المواصفات دي تبقى هي دي مزرعه خالك ناصر. المكالمه كانت على السبيكر وفيصل بص له وضحك على وش اللي كان مرعوب. لفينا كتير لحد ما شفت المدخل، نخلتين كبار واحده اطول من التانية. قلت يا عيال دي هي لازم ندخل. دخلنا بالعربيه بس ما لقيناش الصندوق. سعود قال يا فهد افتح الشنطه وهات الكشاف. فجاه بدأنا نسمع نبوح كلاب جاي من بعيد، الصوت كان مرعب جدا. فيصل خد الكشاف ونزل ينور حوالين المكان. فجاه قال ايوه يا عيال دي الصندوق. ركب العربيه بسرعه وقال لسعود قدم لحد ما نوصل عندها. سعود قال يلا يا فهد جهز الكاميرا هنصور كل حاجه ونبعت في الجروب. فيصل اعترض قال بلاش تبعتوا حاجه دلوقتي، ابويا ما يعرفش، صوروا بكاميرا فهد وبس. نزلت من العربيه مسكت الكشاف وشغلت الكاميرا. المنظر كان مرعب لدرجه الخشب بتاع الصندوق كان مكسر وكلنا كنا مرعوبين، بس سعود كان اشجع واحد فينا. سعود صرخ وقال لنا يا عيال تعالوا بسرعه ده العود اللي خالي ناصر كان بيعزف عليه. قلت له اياك تمسكه يا اسطى سيبه مكانه، بس هو مسكه وبدا يضحك ويستهبل. اتعصبت وقلت له يا اسطى انت مجنون. فيصل قعد يضحك معاه وانا مرعوب من غبائهم. نزلنا من الدرج وسعود لسه واقف فوق بيضحك ضحك غريب ومش طبيعيه. انا وفيصل بصينا لبعض وقلنا ايه اللي حصل؟ الواد ده اتجنن ولا ايه؟ رحنا عند البير اللي جنب الصندوق كان عليه غطا خشب. قلت لفيصل شيل الغطا نصور. قال مستحيل لو السما وقعت على الارض مش هشيله. وانا قاعد اتحايل عليه يا اسطى حوش الغطا ومش عارف ايه راح فجاه جه سعود وشاله من غير اي انذار. فتحنا الكاميرا وصورنا جوه البير، لكن الغريب انه ما كانش عليه اي حاجه ملفته. بصينا جوه البير تاني ما لقيناش غير شويه حشرات بتتحرك. رفعت الكاميرا فجاه لقيت سعود طالع من الغرفه. اتجمدت وقلت بسم الله انت ازاي هنا؟ مش انت لسه فاتح غطا البير دلوقتي قدامي؟ سعود قاعد يضحك ايه يا اسطى انت هتخوفني ولا ايه؟ بصيت لفيصل قلت له انت شفت اللي انا شفته ولا لا؟ لقيته واقف بعيد بيتكلم في الموبايل عند العربيه. قلت لهم ايه يا ولاد شغل العيال ده انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ سعود رد عليا قال لي والله ما عملت حاجه من ساعه ما جينا وانا في الغرفه دي بصور، شوف بنفسك الفيديوهات والوقت لو عاوز. مشيت مع سعود لحد عند فيصل شاور لي بايده وقال لي اسكت انا بكلم حد دلوقتي في التليفون. قلت له يا عم اقفل الخط دلوقتي وانزل لازم نفهم. بعد ما قفل سالته مش انا وانت كنا عند البير وسعود جه وفتح لنا الغطا؟ فيصل قال بير ايه يا عم انت هتهزر؟ انا اتعصبت عليهم وقلت لهم يا ولاد انتوا هتهزروا ولا ايه؟ راح فيصل اتنرفز من ساعه ما جينا وانا قاعد في العربيه ايه اللي بتقوله ده بقى؟ فيصل قال وهو بيضحك واضح ان انت تخيلت حاجات يا فهد يمكن ضغط ورعب. سعود قطع كلامه وقال خلاص يا عيال خلونا من الهري ده، انا داخل الغرفه في حاجات هنا غريبه تعالوا نصور. انا هنا وقفت وقلت بصوا يا جماعه والله ما هدخل انا قاعد في العربيه واي حاجه تحصل وانتوا حرين. قعدت ابص عليهم وهم رايحين ناحيه الصندوق.